السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم عندنا طريقة جديدة لطاجين الجلبانة، تخرج بزاف هايلة وبنينة. عندنا حبة بصلة تكون كبيرة، عندنا 3 فصوص ثوم، ونميكسوهم مع بعض. كي نميكسوهم نخلو خليط تاع البصلة والثوم يتقلاو نص فقط، نصف الكمية، والنصف الاخر نضيفو له هكا كيما راكم تشوفوا صدر دجاج، نضيفو له الملح، حبة كحلة وكركم والحمار، ونزيدو له ملعقة لا شابلور خبز اليابس، ونزيدو له كمية من المعدنوس، نطحنو الكل في الكل كيما راكم تشوفوا، ونضع كريات دجاج هكا، نحطوهم في هذاك الخليط الاول اللي خليناه يتقلى تاع البصل، ونديرو معاه هذوك الكريات يتقلاو حتى يتماسكوا يشدوا رواحهم بيان هكا. وهذاك الخليط نزيدوله حبه مغرف طوماطيش مصبره، شويه زروديه، ونزيدوله الجلبانه هكا، ونديرو دوكا شويه لي زيبيس نخلوها يتقلى مليح مليح، نزيدوله شويه لي زيبيس، عندنا ملح حمار ولا الفلفل الأحمر وشوية حبة كحلة وكركم، نمرقو الخليط ونخلوه يطيب في غرضه حتى يشرب كامل هذاك الماء ويخرج بزاف بزاف بنين هكا. نكون ستفت هذوك الكريات هكا للديكور فقط، وهنايا كنت درت شوية لي فريت هكا للديكور وشوية معدنوس بالصحة والراحة.